مش شبه بعض. تمام. ايه كمان؟ ايه رايك اول ما بتقرا ان الرسول بولس بيكلم الكنيسه الجميله بتاعته فبيصلي لهم ان هم يزدادوا في المعرفه والفهم، دي حاجتين اللي في العدد اللي قبليهم. بعد كده بيقول لهم حتى تميزوا الامور المتخالفه. العكس المعرفه والفهم. ايه تاني؟ مين تاني في فكره المتخالفه؟ الحاجه اللي مش نافعه. طب تمام. طب انا هسألك ازاي تميز الامور المتخالفه او الحاجات اللي مش نافعه؟ اللي هي مختلفه عنها نفسها، الاساسيه عنها. تمام. مين تاني عنده راي حاجه؟ يعني انا جوزيف قال لي ان انتوا متفاعلين جدا وقال لي الشباب اللي عندنا حلو. صدقوني قال لي كده. هو فين جوزيف؟ هو قال لي كده. هو قال لي الشباب عندنا متفاعلين ويحبوا يسالوا وبيحبوا، فانا جايه بقى بالحماس اللي جوزيف ادوني. اوكي. الامور المتخلفه في الاصل اليوناني للكلمه هي الامور الفضله او الافضل. ايه الكلام ده غير العربي خالص، معلش يعني. ينفع ترجع لترجمات تاني عربي برضو زي الترجمه المشتركه والترجمه البسيطه شويه، بس المشتركه اوضح لان المشتركه من الكتب اليونانيه. هتلاقي ان اللفظ اليوناني بيتكلم عن الامور الفضله الافضل ليك. يعني الرب بيدينا حياه ينفع نختار منها ما بين كويس وما بين الافضل، يعني كله كويس ننفع نختار كله حلو لان احنا كنيسه الرب المنتصره، فالمفروض نختار كل شويه الافضل لينا. اكيد فينا حد محتاج الكلمه دي، بس الرب وانا بحضرها شغلني قوي ببقيه الايه. بيقول لكي تكونوا مخلصين وبلا عصر. لما دورت على الكلمه بتاعت مخلصين دي، وده لازمه الورقه اللي معاكم، مخلصين دي في الاصل اليوناني برضو او في الكلمه اليوناني بتاعتها عارفين هي عباره عن ايه؟ معناها اللي بيتم اختباره في ضوء الشمس. كلمه كبيره قوي ملهاش معنى باللي احنا بنقوله خالص. المعنى بتاعها ان كان في زمان الاواني او الناس اللي بتبيع حاجات خزف، ده كان شكل الاناء مثلا جميل وكل حاجه ومتلون ومتزخرف، بس احيانا الاناء ده بيحصل فيه تشققات فبتبوظ، فبيبقى فيه اناء تاني ده نفس الاناء بس اتكسر. ففي كده حاجات وشروخ، فكان البياعين اللي هم الغشاشين بيعملوا ايه؟ بيملوا الفراغات اللي فيها شقوق دي بالشمعة، فلما يحطوها شمعة وبعدين يمسكوا الاناء يرفعوه قدام الشمس بقى لو انا هشتري، وكانوا بعد ما بيلونوه بالشمع يدهنوه بالالوان فيخلوا شكله حلو يغشوا الناس، يعني يغشوا الزبون، يعني مش زي بتاع المانجا بتاع امبارح. فانا بقى عايزه اشتري، فانا عايزه اعرفها هي اصليه ولا مكسوره ولا مغشوش فيها، هقوم ماسكه الاناء رافعاه قدام الشمس فالشمع هيبان، فاعرف ان هو اناء متكسر ومتبهدل ومضحوك عليا وما بين قوسين مش اصلي. دي الكلمه اللي الرسول بولس اختارها من ضمن كل الكلمات اليوناني اللي ينفع يقول عليها ان احنا اصليين ومخلصين. يعني ايه صلاه الرسول بولس لينا ان احنا نكون مخلصين؟ نكون اصليين، ما فيناش الشروخ اللي مليانه بالشمع واضحك وقدام الناس شكل حلو، لكن في الحقيقه لما يتم اختباري قدام الشمس قدام الرب هتبان الشروخ بتاعتي. بس هو السر مش في الشمع اللي بيملاها، لكن السر في اني انا انقي الحياه اللي انا بختارها. طول ما انا ماشي في حياتي بنقي وبختار، يبقى انا بنقي ايه عندي؟ في حاجات كتيره قوي بختارها طول ما انا ماشي. في 3 حاجات النهارده هنتكلم عنها. امين؟ امين. طب نراجع مع بعض. الامور المتخالفه. يعني ايه اميز الامور المتخالفه؟ لو حد لقط حاجه يعني. الافضل، يعني انا دايما عايزني انقي الافضل. امين. طيب مخلصين، اصليين، برافو، هي دي الكلمه، اصليين. وكمان مش اصليين بس، لكن لما بيتم اختباري في ضوء الشمس في ضوء الرب بيبان ان انا اصلي. ممكن انا ما اعرفش حد فيكم يعني كتير قوي، بس ممكن اكون قدام بعضينا بنضحك مبسوطين شكلنا كويس، لكن ممكن اكون جوايا جروح كتير. ممكن اكون انا من جوه عامل زي الاناء المكسر ده محدش حاسس بيا،
بس لما اتكشف قدام ضوء الشمس الرب هيعرف اني انا مكسوره، هيعرف اصلي. فالرب عايز كل حد فينا اصلي يعني كامل من غير غلطات. 3 حاجات هنتكلم فيهم النهارده عن الانتقاء. انا نفسي في الورقه اللي معاك ترسم الاناء، لو بتعرف ترسم، لو مش بتعرف ترسم اعمل مربع اي حاجه، اوكي؟ عايزه اناء سليم بس اعمله لي كبير شويه. يعني ليه؟ لان احنا بنتكلم مع بعض، هنتكلم عن النقاوه او الانتقاء، هنتكلم عن حاجات عايزاك في كل حاجه، بس يا ريت تبقى ايه يعني مخبي على ورقتك كده، خبي على ورقتك، مش عايزه حد يبقى من اللي جنبك شايف انت بتعمل ان هي حاجه شخصيه قوي. كل حاجه هنقولها بننقيها زي ما اتفقنا. معنى كلمه مخلصين يعني اصليين. هتعمل شرخ لو انا مش بنقيها في حياتي، وفي الاخر هنشوف الاناء بتاعنا طلع اصلي ولا محتاج الرب يختبره. امين؟ جاهزين نعمل الامر ده مع بعض؟ اول حاجه هنكون بنختارها او بننقيها في حياتنا هي بقول لك نقي كلامك. نقي كلامك. الرز متعب قوي، وانت عشان تطلع الحته السوداء اللي جوه بتعمل مجهود. وسر بيني وبينكم في مجتمع مليان ضغط وعصبيه ونرفزه صعب ان انا انقي ايه افضل. نقي دايما الموقف اللي تتكلم فيه افضل. في آية بحبها قوي موجودة في سفر الأمثال، بتقول إن الموت والحياة في يد، حد عارف بقية الآية؟ اللسان. برافو. كل كلمة أنت بتقولها أو أنت بتقوليها بتشكل جوك الروحي، وبتشكل كيانك الروحي، وبتشكل الإناء بتاعك. بتشكل الإناء. يعني مثلا لو أنا طول الوقت سوري كده ما بين قوسين بقول لا تاخدني، ايه مش انا عايشاها دي، او اصحى الصبح اقول ده لون اسود بس ما بقولوش كده والدنيا مغفلقه، عايزه اقول لكم ان يومك بيقفل. الكلام اللي انت بتصحى وبتقوله وبتعلمه بيطلع من شفايفك بيشكل يومك. الكتاب المقدس بيقول ان الموت والحياه في يد اللسان، واحبائه ياكلون، شكرا يا جوزيف، واحبائه ياكلون ثمره. جرب ان انت تنطق كلمات بركه طول الوقت على حياتك حتى تميزوا الامور المتخالفه. دايما نقي اللفظ الافضل. طيب ما هو اللي حواليا بينرفزني، ما هو اللي قدامي لازم يتشتم بصراحه، لو ما اتشتمش مش لا ينفع تاخد حقك من غير ما تغلط. وهناخد ده في اخر نقطه معانا واحنا بننقي المعارك بتاعتنا. هندخل حرب وانقي انهي معركه ادخلها. دورك كابن من الرب انك تنقي. في معلومه مهمه قوي وانا بصلي كده جت قدامي لما بروح اشتري طماطم او اي حاجه، فالراجل بيسالك يقول لك ده 30 دلوقتي الطماطم احنا عندنا 35 وصلت كام عندكم؟ عندنا 5 اجيبها وانا ماشيه. فيقول لي 30 بص يا مدام ده 30 وده 20 بس انا هعبيه. حد قابل الموقف ده؟ انا هعبيه. طب تفتكروا لما البياع بيعبي بيحط ايه؟ ايه؟ بتروح البيت تلاقيه مفعص وفيه مدور صح؟ وحد جرب كده؟ انا لما بروح لما برضه بقول له عبي يبقى نص الحاجه اترمت. خلي بالك العالم طول الوقت عايز يعبي. ركز في اللي بقوله كده. العالم طول الوقت عايز يعمل ايه؟ يعبي لك. يعني خد هتنقي، لا هتنقي ده غالي، هتنقي ده وقت تدفعه، هتنقي ده تركيز ومجهود، ان انا ما اشتمش مش غلط، ان انا ما اقفلش يومي، ان انا لما افتح عيني اقول يا رب انا بشكرك على اليوم الجميل، ان انا ليا نفس في الحياه غير نفس لا اليوم ده. الاختيار اللي انت بتختاره ده انتقاء، فانت بتنقي بتقول ايه؟ ده متعب، هتدفع 5 جنيه زياده بتاعت الطماطم، بس لو ما نقيتش العالم هيعمل معاك ايه؟ هينقي هو، هيعبي الكيس بتاعك. هتلاقي مسج على الموبايل انت قفلت اليوم اصلا من قبل ما تصحى وانت مقفل الجو الروحي. تمسك التليفون تلاقي اخبار مش كويس، العالم بيحط في الكيس بتاعك اللي على مزاجه. تنزل الشغل او تروح السوق او اي حاجه ده قال كلمه عبى الكيس بتاعك. رحت خدمه حد شد معاك عبى. تيجي في اخر اليوم حقيقي انت مش شايف قدامك.
فين يا رب حياه النصره اللي انت بتقولها؟ لاني انا اصلا من الاول ما نقيتش، انا سبت العالم يعمل فيا ايه؟ يعبي الكيس بتاعي، فما دفعتش الثمن. وخلي بالك ان احنا اصلا موعودين بان احنا حياتنا تكون في النصره. تميزوا ايه؟ الامور المتخالفه، الامور الافضل. ليه الحياه في الافضل؟ في عندي ده اول حاجه بنقي فيها. نقي كلامك. احنا قلنا دلوقتي نقي كلامك على نفسك، مظبوط؟ ما اقولش كلام صعب على نفسي. ما تضايقش على نفسك مهما كان الظرف، لان اجواء يعني ابليس والارواح الموجوده في الاجواء الروحيه بتاخد الكلام ده وبتسعى انها تنفذه. اوعى تضايق على نفسك. ما تقولش كده قول يا رب خليني اكمل مشيئتك على حياتي. ما تقولش على نفسي انا فاشل، انا مش هعرف اعملها. الكلام اللي بتقوله في الاجواء الروحيه ده بيتربط بحاجات كتيره ابليس بيسعى لتحقيقها. دايما انطق بالبركه، املى حياتك بالبركه. في مثل انا بحبه قوي على الكلام ده، اكيد كلكم حافظينه، موجود في سفر العدد. بيتكلم عن ال 12 واحد اللي راحوا يتجسسوا. فاكرين القصه دي؟ 10 منهم رجعوا بجد. انا لما بقرا اللي هم قالوه انا انتوا ازاي عقلكم كده يعني؟ واثنين بس قالوا عكس الكلام. ممكن يا جوزيف تفتحها، موجوده في سفر العدد 13 وعدد 30. ال10 رجعوا قالوا هي مرة القرآن عامله ايه؟ فقالوا له ده جميله، ده بص كل الزرع ده كل ده فيها خير. بس للاسف هم عمالقه وقالوا ايه في اخر الاصحاح؟ ارسلنا كالجراد في اعيننا. بصوا بقيتها وهكذا في اعينهم. طب هو انتوا شفتوا عينهم شفتكم ازاي؟ هو انتوا عرفتوا هم بصوا لكم ازاي؟ بصوا صفر دي شخصيا كالجراد احنا كنا عاملين زي الجراد في عينهم. مين اللي نطق على نفسه؟ هم نطقوا على نفسهم، قالوا احنا عاملين زي الجراد في عينيهم وعينينا. يعني انا شايف نفسي جراده مش هقدر اطلع وانتصر، والكلام اللي انا شايفاه دي كمان انا بدل ما اجيب جو روحي بنطق على نفسي كلام مش بركه. لكن عندي كاتب في نفس الاصحاح قال ايه؟ نصعد ونمتلكها لاننا ايه؟ قادرون عليها. وعايز اقول لكم ان كاتب هو اللي دخل الايه؟ الارض. امتلك الارض ولا ما امتلكش؟ امتلك. وعايز اقول لكم ان كان سنه كبير جدا. لما قال نصعد ونمتلكها كان عنده تقريبا 40. لما عدى روح الارض كان 80 سنه وزي الشباب وامتلك واخذ حقه تالت وامتلك. ليه؟ نطق على حياته بالبركه. في وسط الحلقه نصعد ونمتلكها. انطلق الكلام بتاعه، نقى مع انه كله بيقول ما يقدرش، لكن هو نقى الكلام، ما سابش الباقي ينقيه. كمان اختار كلامك على اللي حواليك، شجع دايما، نقي الالفاظ اللي بتقولها. كم حد فينا متجوز او عنده زوجة؟ اللي ما اتجوزش ليه حاجه ثانيه ما تقلقش، اكيد ياخدها للزمن ما تقلقش. اختار الكلام اللي تتكلم بيه مع شريك حياتك. اختار الكلام. ينفع اقول كلام زي الدبش وينفع اقول كلام فيه حكمه، انقي، واني بنقي الكلام بدفع الثمن من وقتي بالراحه. اهدى، نقي الكلام. ولو انا مش متجوز نقي الكلام مع اللي معاك في الشغل. نقي الكلام. مش عاجبه بس عايزه اقول لك هو تحدي انك تكون انسان عندك حلم، عندك ذوق في الكلام، مش بتشتم زي الباقيين. مش لازم اقول يا ابن كذا ويا ابن كذا وانا بتكلم، مش لازم اكذب. انا ينفع اقول الصدق، ينفع تختار تنقي، لانك انت حتى تميزوا الامور المتخالفه. ليك الافضل، عيش حقك انك تعيش الافضل. ليه تعيش دايما بشكل الاناء المتكسر اللي لما هيتحط في وسط الشمس هيبان انك متكسر. لو حد بيقع في فكره اني انا مش بنقي الكلام، او في ساعات كتير كلام بيخرج بالعالم هو اللي بيعجبوني، او بتحط علامه او شمخ زي ده، لا انا ده الحته دي انا دي مكسوره عندي. او ممكن تكتب او تحطها في دماغك، بس انك تتفاعل دي حاجه مهمه عشان تشوف لا انا محتاج فعلا من النهارده انقي كلامي. الموت والحياه في يد اللسان واحبائي ياكلون ثمره. تاني حاجه بكون بنقيها واختارها هي علاقاتي.
علاقاتي. في كلمة طالعة موضة قوي، حقيقة كلمة متعبة، كلمة بتقول علاقات توكسيك. في بصراحة كده يعني كم حد فينا بيقابل في حياته ناس بيتقال عليها، أنا شخصيا بسميهم كده مصاصين الطاقة، اللي هو تقعد معاه طول الوقت، أيوه بيعمل نفس الوش اللي أيوه برافو، هو كده بالظبط، هو بيعمل كده بالظبط طول الوقت، طول الوقت عامل كده، طول الوقت مش عاجبه، طول الوقت مش قادر، طول الوقت تعبان، طول الوقت طول الوقت طول الوقت طول الوقت. ما عندكش حاجة واحدة تشكر ربنا عليها، ما عندكش حاجة واحدة تفرح بيها. في علاقات لما بتقعد معاها بتمص الطاقة بتاعتك، بتمص الطاقة، أنا بسميهم مصاصين الطاقة. بتبقى مليان طاقة ومليان فرح وخارج من الاجتماع تتخبط في حد ولا كأنك عملت حاجة. خلي بالك وانت بتنقي، اتفقنا ان احنا هنتعب في التنقية لان دي حاجة مستاهلة. فهننقي علاقاتي، ما تفتحش حياتك لكل واحد يدخل انا ده صاحبي دي صاحبتي هفضفض معاه. في ناس ليها حدود معاك، حط حدود، عادي خالص انك تحط حدود، عادي انك لما تدخل البيت محتاج ترتاح من حقك تقفل التليفون. على فكرة مش عيب، من حقك انك النوتيفيكيشن بتاعت الموبايل بتاعت الواتساب تعمل توتر كده من حقك انك لما تدخل تهدى، عايز تقعد قدام الرب، عايز ولا حاجه، عايز اهدى، اقفل النت، اقفل البابا، اعمل ده. تليفون هيوترك قوي قوي قوي، انت عارف انك لما هترد على التليفون ده يا بدل هتغلط يا هتشتم يا هتتكلم على حد. في تليفونات احنا عارفين يعني هرد هيبقى كده، ما تردش، اختار انك ما تردش، من حقك تعمل ده. شويه احنا في المجتمع الشرقي بنتكسف، بس ساعات الكسوف بيدخلنا في علاقات توكسيك، بيخلي كل الناس اللي بتكلمني بتمتص الطاقه بتاعتي، بيبوظ الحاجه اللي جوايا. العلاقات التوكسيك كمان ممكن تكون علاقات قريبه قوي وانا مش عارفه اتخلص منها، محتاج تقعد قدام الرب وتقيس العلاقه دي من الرب فعلا ولا انا مثال. هل انا لو في علاقه حب او مشاعر، هل انا طول الوقت بدي بس؟ لو انت بتدي بس طول الوقت خلي بالك انت بتستنزف، هتيجي في وقت انت محتاج حد يسندك. طب هل انا طول الوقت انا باخد بس؟ يعني انا بس محتاج حد يقول لي انا بحبك انا بحبك انا بحبك، ولا محتاج اهتمام من حد؟ دي علاقه مش صحيه. فيبقى انقي العلاقات بتاعتي. الرب يسوع كان ليه يوم لازم يتكلم معاهم، انتوا عارفين الامر ده، وليه 12 المجموعه بتاعته مظبوط، وليه 3 جوه المجموعه بتاعته بيرتاح معاهم، وليه 1 قريب منه. الرب يسوع كان بيعرف ينقي كويس. انت كمان يا ابن الملك وبنت الملك تعرفوا تنقوا، ما تسمحوش العالم يعبي حياتك. احنا فهمنا يعني ايه يعبي، لان التعبيه فيه حاجات كتير مش احسن حاجه، بتعملني بشكل الاناء ده المتكسر اللي لما يتحط قدام الشمس العلاقات كسرتني وبهدلتني، وانا بين قوسين مش اصلي، ما بقتش اصلي. بقى ده بيكلمني كلمه بمشي معاه، كلمه بمشي معاه، اجي في اخر اليوم هو انا ايه؟ بعمل ايه؟ انا مش اصلي، ومش دي اراده الرب لحياتك. الرب قال، الرسول بولس قال كده، حتى تميزوا الامور الايه؟ المتخالفه. ميزوا، لان ده هيرفع حياتكم ويخليكم ان هي مقدسه. اخر حاجه في اني انا اختار هي يبقى انا بنقي كلامي، بنقي علاقاتي، وبنقي المعارك بتاعتي. بنقي ادخل انهي حرب. خلي بالك من ساعه ما بصحى من النوم لغايه لما بنام والحياه كلها معاك، كلها معاك. بتخانق طول الوقت، يا بتخانق مع حد يا بتخانق مع نفسي. يعني خاصه شويه ممكن البنات بنحب قوي نقعد نعيط ونعيد ونزيد، صح؟ ونقعد احنا كبنات تكويننا بنحب نعمل الامر ده. والولاد الدماغ دايما شغاله، دايما شغاله بتفكر، ده من حقك انك تعمل ده، بس ادي نفسك لحظه كده هتلاقي نفسك فعلا في حرب. حد جرب قبل كده ان دماغه فعلا من كتر الحرب مش قادر؟ انا شخصيا جربتها كتير. حد جربتها؟ انا جربتها.
ان من كتر الحرب، من كتر الافكار اللي في دماغك انت خلاص مش قادر. لا لا، الرب في الكتاب المقدس بيقول لك النهارده نقي ميز الامور المتخلفه، نقي انهي حرب انت عايز تدخلها، نقي انهي حرب. يعني في شويه كلمات، في شويه حاجات ممكن اعديها مش لازم اقف قدامها واتنشن واخد حقي، عديها تلاقي الموضوع عدى بسلام. هوريكم حاجه صغيره، انا ما اعرفش انتوا يعني عديت جت قدامكم قبل كده ولا لا، بس انا احب اشاركها معاكم. في مثلث في اليوناني، معلش شويه يوناني، مثلث في اليوناني اسمه مثلث ارسطو. وعم ارسطو ده كان فيلسوف كبير، فكان دايما بيقول ان الانسان يعني حاجه من المثلث. الراس بتاعته ان هو بيكون، هي كلمه يوناني اسمها ايسوس. ايسوس يعني ايه؟ يعني طول الوقت الانسان ده بياخد الخطوات بتاعته بصرامه، يعني بجديه، يعني بتخانق، يعني صباح الخير وانت مالك، يعني ولا اتنين تلاته، طول الوقت زعيق. حد قال حد طول الوقت زعيق؟ حد قال ده؟ في ناس كتير طول الوقت بتزعق بس. وأنا ارسطو قال ان في ناس ثانيه هنا الحاله بتاعتها اسمها باصوس. والباصوس معناها المشاعر. طول الوقت المشاعر هي اللي فياضه، طول الوقت بعيط معاهم، بضحك معاهم، بشوف بوست على الفيسبوك حد ما عمليش تاج فاتقمصت منه، حد ما قاليش صباح الخير يبقى مش معبرني. دايما مشاعري هي اللي بتقود، في كل المواقف، حتى المواقف اللي عايزه حزم وصرامه تلاقيني يا بعيط يا مقموص، يا في ناس بتقلب معاها بضحك. يعني انا اتعاملت مع ناس ممكن في عز موقف هو بيضحك، مش هضحك عليك، بيضحك. في مشاعر، وفي ناس برضه في المشاعر طول الوقت انا بحب. عارفين اللي بيحب على روحه؟ طول الوقت بحب، عايز طاقه حب. وناس ثانيه تاخد كره، ما هي بالعكس، مش طايق حد. الحاجه الثالثه هي اللوجوس. ولوجوس عندنا في المسيحيه احنا بنقول ان هو تعبير عن الرب يسوع يعني. بس ارسطو كان قبل الرب يسوع، فكان بيتكلم عن لوجوس المنطق. طول الوقت انا بجادل وبتناقش وبتخانق طول الوقت. خلي بالكم من كلمه طول الوقت، من حقك انك تتناقش وتجادل وتتخانق، بس الشخصيه دي بقول لك عليها طول الوقت. ليه؟ ربنا فين؟ عمل كده ليه؟ طول الوقت. طب هو عمل، انا بسال عشان السؤال مش بسال عشان افهم. فطول الوقت انا بجادل. هسالكم شويه اسئله كده وعايزه اشوف الشطاره بقى. الرب يسوع كان امتى في مواقف حياته كان الشخصيه الايسوس اللي هي الشخصيه الحازمه؟ امتى بقى؟ يعني فين؟ قولي عمل ايه؟ لما طرد خد موقف وقال بره دلوقتي، يعني اخذ. شفت الرب يسوع في المشهد ده كان ايه؟ طخ على طول. لما بوقف بولس، طيب عمل ايه؟ المديم على دماغه. اوكي. طيب امتى الرب يسوع كان باصص؟ يعني كان في مشاعر. فكر قولي. لما بكى على ابو العازر. انت لو بصيت على الرب يسوع اللي جوه انت اللي بتطرد البيع، يستحيل هينزل دموع هنا عند الارض. صح ولا مظبوط؟ الاثنين نفس المعنى بجد. فهو نفس الشخص، بس بقى في مواقف ثانيه الرب يسوع فيها كان عامل باصص. كان الباصص عنده الدنيا عاليه يعني. قولي. ابن ارمله. اشكرك بجد. ابن ارمله نايين، هو ما وقفش يزعق لها. يعني هو قومه ولا وقف يقول لها هو مات ليه؟ طب ايه يا ترى؟ طب ايه اللي حصل له؟ لا اقنعيني ولا مرتب. هو رميت؟ طب انتوا كشفتوا؟ لا ما عملش كل الحدوته دي ولا زعق لها. انت ماشيه يا ست انت في وسط الشارع ولا حاجه. هو كان جواه احشاء رأفه، فكان باصص.
طب امتى الرب يسوع كان عنده لوز، عنده منطق وبيجادل وبيرد على الاسئله وبيسال وبيرد ويسال ويرد ويسال؟ اقول لما قال له عايز ايه او العقده دي. ايوه قول لي مين يعني قيصر او حلو قوي. انا هسالك بقى سؤال عشان انت جبت المثل المظبوط. اوكي، تفتكر الرب يسوع لو في الموقف ده كان في المعركه اللي دخلها، احنا بنتكلم عن ان انقي المعارك بتاعتي، دخل في الفريسيين، دخل في الاسوس، تفتكر المناقشه الاسوس يعني زعق له، تفتكر المناقشه دي كانت وصلت لايه؟ ايه؟ الناس هتحاربه. كان خسر الكلام، صح؟ هو بدأ طب دي بتاعت مين؟ طب دي بتاعت قيصر، خلاص ادوا مال قيصر لقيصر وما بالعقل استخدم. طب تفتكروا تاني لو الرب يسوع الفريسيين بدأوا يسألوه وقام هم لا أرجوكوا ما تعملوش كده، ادوا مال ربنا لربنا وادوا لا، وشغل المشاعر وعيط، كان هينفع؟ فالرب يسوع كان بيعرف يختار المعركة بتاعته، ينقي امتى يكون حازم وامتى يكون فيه مشاعر وامتى يكون عنده منطق واسال واجابه. بس انا بجانب الكلام ان هو اني انقي كلامي وعلاقاتي ومعاركي، في معارك انا بفتحها على نفسي من غير ما العالم يكون بيفتحها. الموبايل اللي معايا في مثلا حاجات بسيطه زي الريلز اللي هي طول الوقت، في حاجات بتتحدف عليا طول ما انا ماسك الموبايل. لو انا مسكت الموبايل واتفرجت على ريلز معينه، طبعا هي بالتكنولوجيا معروف ان انا اتفرجت عليها فبتجيب لي اللي شبهها طول الوقت. لو فيها حاجه مش مقدسه وحاجه بتوسخ عينيا، حاجه لا تليق بالاناء المقدس، دي معركه انا دخلت نفسي فيها. وخاصه الدوائر اللي هي الدوائر الجنسيه اللي ليها علاقه بالحاجات اللي بشوفها وبسمعها. خلي بالك الباب ده لو انت بتفتحه ده باب معارك مع ابليس، لانك بتدخل ارواح نجاسه بيتك وذهنك وحياتك. معارك مع الناس لان بتشوف طول الوقت الناس اللي حواليك زي الافلام اللي بتفرج عليها، ودي حاجه ما ينفعش. بدخل نفسي في معركه، بفتح على نفسي معركه، نقي المعركه. ده بيدخلني معركه انا بختار ان اقفله. وغيره لو انا بسمع اغاني بشكل مستمر، انا معرفش ايه اللي بتملى بيه ودانك طول الوقت، بس لو انا طول الوقت وداني مليانه بالكلام، ما بقولكش ما تسمعش الموسيقى، اسمع الموسيقى حلوه جميل، اسمع اغاني براحتك، بس لو سمحت اقرا الاغاني قبل ما تسمعها، اعرف الكلام اللي مكتوب فيها ايه. شوف الموسيقى اللي بتتقدم دي موسيقى مقدسه ولا موسيقى غير مقدسه، هو في فرق ما بين الاثنين. الفتية الثلاثة لما جم سجدوا، لما كان حاصل إنه بيسجدوا قدام التمثال، نبوخذ نصر أمر إن يكون في آلات محددة تشتغل وتعزف علشان الإله. فكانت موسيقى غير مقدسة، كانت بتقارب الجو الإبليس. في الناحية الثانية نلاقي داوود بيعزف موسيقى مقدسة بتفتح الأبواب. كنت لسه بقرا في الخلوة بتاعت الصبح عن حزقيا لما كانوا بيقدموا الذبائح للرب، كم الآلات اللي كانت بتعزف علشان تهيئ الجو للحضور الإلهي. موسيقى مقدسة. اختار اللي بتسمعه، نقي اللي ودانك بتجيبه، نقي، ما تسيبش العالم أو الريلز يدور. أقول لك على حاجة صغيرة، في علامة إكس فوق عند الريلز، دوس عليها علشان ما يجيلكش اللي شبهه كتير، وتبقى قفلت على نفسك معركة ما تخشهاش أصلا. انت المفروض اكون بعمل ايه؟ بتميزوا الامور المتخالفه، الامور الفضله، الامور الافضل، علشان مجد الله وحمده. فهل اي حاجه انا بفتح فيها معركه قدام عيني انا ده كده بمجد الله وحمده، ولا انا بعمل في الاناء بتاعي بالشكل ده؟ انا مش اصلي، انا باجي الكنيسه كويس، بحضر الشغل كويس، بس انا لوحدي مش اصلي. انا لوحدي لو حطيت قدام الشمس زي ما شرحنا كلمة أصلي ومخلصين، لو اتحطيت هتكشف. الإناء اللي معاك اللي في الورقة ينفع تكون بتحط فيه أو بتكتب،
لو انت عايز تعمل ده، لو انت عايز تعمل ده ما تروح اعمل ده. بس مهم قوي اني اكشف نفسي قدام الرب قدام الشمس. في آية أخيرة عايزة أسيبها معاكم، موجودة في تيموثاوس الثانية 2:21، ودي رسالة كل حد فيكم أنا أولها. الرب النهارده بيعلمنا في النقاوة زي ما قلنا 2:21، أنقي كلامي اللي بقوله على نفسي واللي بقوله على اللي قدامي. الرب يسوع مع السامرية ما قالهاش انت فاشلة وانت زانية وانت وحشة وانت، لكن اختار الحلو في كلامها وقال لها ايه؟ بالصواب اجابتي، انت قلتي صح، مع انها حالتها هو اختار ونقى اللفظ اللي تقوله لشريك حياتك، لبابا، لماما، للشغل. نقي واحبائي يكونون ثمرا. نقي كلامك، نقي علاقاتك. لو علاقه بتدمر من فضلك وقفها. طب لو حد طول الوقت انا معاه مش هينفع، يعني حد طول الوقت علاقته مضره بيا بس انا مش هينفع اوقف العلاقه بيه. لو حد طبعا قريبي او حد في الشغل ما اقولكش سيب الشغل، بس على الاقل وانت رايح حط قدامك كده وانت نفسك بالدم، قول يا رب يسوع انا بعمل حمايه الدم عليا، انا مش عايز اتجرب في الكلام معاه واكمل. هتلاقي الرب بيدافع عنك. ونقي المعارك بتاعتك. طبعا في الثلاث طرق بتوع عمو ارسطو، وشفنا ان الرب يسوع هو واحد بس عرف يعمل الثلاثه. انت من حقك تختار كده. الايه دي انا بحبها قوي، بتقول فان طلب احد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة. لو قرينا قبل الآيات دي بشوية هتلاقي إن الرسول بولس بيتكلم عن نوعين من الآنية، إناء للكرامة وإناء للهوان. لكن زي ما هو قال في فيليبي أنا عايزكم تميزوا الأمور المتخلفة الفضلا تليكم الأفضل، هو هنا بيقول اعمل إن أنت تكون إناء للكرامة. يا بختك. في 4 حاجات تعالوا نقولهم مع بعض. إناء للكرامة، مقدس، ونافع للسيد، ومستعد لكل عمل صالح. مستعد يعني جاهز، يعني بتنقي، يعني العالم مش بيعبي وبيشيل في الإناء بتاعك اللي على مزاجه، انت عندك حرية تعرف تختار ايه اللي يدخل الإناء. تكون إناء للكرامة كامل قدام الرب، لما يتحط قدام الشمس يبان ان هو أصلي، واللي بيعرف يداوي كل الجروح اللي متكسره، كل تركيات قديمه انا نقيتها في حياتي كسرتني بوظتني هو الرب. فتكون إناء كرامتك تكون كرامه، وتكون ليك معونه وليك هيبه في كل مكان بتتحرك فيه، ليك سلطان كمان. تكون مقدس قدام الناس ومن ورا الناس، إناء مقدس. وتكون نافع للسيد يقدر يحط فيك اللي على قلبه، لكن لو ما يحط هيصرف وهيطلع المجد، مش هتعرف تعمل حاجه. حتى لو عملت شويه بقى تمثيل قدام الناس مش اصلي، لكن الرب عايز اصلي مخلصين. وكمان مستعد لكل عمل صالح، يعني جاهز ان الرب يستخدمك في كل عمل صالح. تيجوا نصلي مع بعض. تعالوا نقف. أنا عارفة إن كنا المفروض نعمل وقت مناقشة كتير، بس أنا جوايا قوي بجد، وأنا جاية بصلي من أجلكم بأي وقت. محتاجين بس نقف قدام الرب. يعني ممكن يكون وقت مناقشة في أوقات تانية، بس غمض عينك كده ما تشوفش حد. أنت والرب ونور الشمس بيكشف الإناء بتاعك. لو أنا جوايا جروح ممكن يكون من الماضي، ممكن يكون من العيلة، ممكن يكون مشاعر خلت الإناء بتاعي طول الوقت مش أصلي. أنا شكلي متزخرف من بره وجميل من بره والناس بتحترمني، بس في الحقيقة قدام الشمس أنا مش أصلي. نفسي قوي أقضي وقت قدام الرب. صلي كده وارفع قلبك قدام الرب، قول يا رب أنا بختار، أنا بنقي، أنا عايز من النهاردة أنقي واختار، أميز الأمور المتخالفة. مش العالم اللي بيسوقني، أنت ابن ملك، أنت ليك شأن كبير وعظيم، مش أي حد يسوقك.
ولا يملى حياتك. انت اللي من حقك تختار وتنقي. قول يا رب انا من النهارده حابب انقي وعايز اختار الكلام اللي بقوله، اديني القدره ان انا اعمل ده. من فضلكم بجد خليكم قوي قدام الرب. انا بصدق قوي ان الرب بيجي لكل حد بيطلبه بامانه. وعايزه اقول لكم الرب بس بيشوف القلب المتاح واللي مفتوح ليه، وبجد بيعمل كل الشغل اللي جوه. بينظف، بيداوي، بيملى كل شرخ جوايا. كل كلمه اتقالت وجعتني. ممكن انا النهارده بصلي عشان انقي، طب ما هو فلان ما نقاش الكلام اللي جرحني بيه. الرب يعرف يشفي الجرح. الرب يعرف يرمم كل كسره جوايا عشان اكون اناء للكرامه. انت اناء للكرامه، صدق على نفسك. وانت اناء للكرامه. انت مقدسه وانت مقدس. مهما ابليس كان بيقول عليا ان انا عايش في نجاسه، ممكن بافكار بعمل حاجات مش بترضي الرب، ممكن اكون بتكلم عن حد في ظهره، دي حاجات مش بترضي الرب. يا رب من فضلك اكشف القلب قدامك. خليني في نور الشمس ابان بين. تعالى كده يا رب اعمل زي الاشعه جوايا. طهر. تعالى يا رب بروحك القدوس اشفي. تعالى المس في اسم يسوع. تعالى بحضور يا رب. وطي السحابه علينا يا رب، وتعالى بحضور مجدك. علمني يا رب من النهارده اختار وانقي كلامي اللي بقوله على نفسي. انطق بالبركه، انطق بالبركه على حياتي ومستقبلي. انا ابن للملك، انا مقدس. اكون في الارتفاع فقط لا الانحطاط. اكون راسا لا ذنب. اكون اشجار للرب، غمس الرب، غمس الرب للتمجيد. تكون اعمده الزوايا. انت تكون عمود زوايا في بيت الرب يتبني عليكي. صدقي على نفسك كده. ما تستقبلوش الكلام اللي العالم بيعبيه في ذهننا، لكن انت اناء مقدس. الرب عايزك مقدس. انت شأنك عالي قوي. انت مقامك من مقام سيدك، مقامك من مقام الملك. مهما كان ابليس بيحدف عليك، لكن انت مقامك مقام ملك. حتى لو حصل كسور جوايا شروخ، الرب يعرف يغير الاناء ويصنع اناء جديدا. هاليلويا. مهما كان الاناء مكسر، مهما كان بصدق ان اللي بيعرف يغير على مر السنين مازال بيعرف يغير. الرب ما بطلش شغل، ما قالش خلاص انا مش عارفه، لكن عمله في وسط السنين. الرب يحيي. الرب عارفك وعارفك بالاسم، عارف قلبك. مهما كان الشرخ، انا يعني ده مش جوه الامر النهارده، بس انا ده ممكن قوي اصلي. صدقني مهما كان الشرخ اللي جواكي واللي جواك اللي محدش يعرف عنه حاجه، اكتشف دلوقتي قدام الشمس، شمس البر والشفاء. هاليلويا. في اجنحتها شمس البر والشفاء في اجنحتها يقدر يشفي الاناء بتاعك. فلما تشوفي تعرف تختار وتنقي، تعرف تطلع كلام بركه لا لعنه. الكتاب بيقول كده امامك اللعنه والبركه، وانت تختار البركه. هو بيقول لك كده طلع البركه. يا رب تعالى يا رب كن في وسطينا، طبطب على كل كتف يا رب. شدد يا رب ارجلنا. كل جرح جوايا بقاله سنين يا رب انا بصدق في اسم يسوع في لمستك اللي تصنع آلية جديدة، آلية للكرامة، آلية مقدسة في اسم يسوع، آلية نافعة للسيد. انت نافع للسيد. مهما العالم بيقول انت مالكش لازمة، انت مش نافع في حاجة، ده كذب من الكذاب وابو كل كذاب. لو الرب بيقول عليك ان انت نافع للسيد، قول كده انا نافع يا رب، انا نافع ليك، انا اله مقدس، انا اله مقدس. وانت بتصلي تكتشف قدام الرب دلوقتي وتطلب معونه منه. طول عن اي امر انت نقيته مش مظبوط، طول عن اي امر عمل شرخ جواك وفتحت معايا ملهاش لازمه، اتسببت في كسور خليتك مش اصلي، بتمثل قدام الناس. يا رب انا عايزك تبقى اصلي في عينك. يا رب انا بتوب قدامك ومن النهارده بدخل الامر. ممكن تكون من بقالك سنين. هاليلويا. وتقبل الرب الاسم. لكن ليه راضي تعيش طينه؟ ليه راضي تعيش
منخفض، مع انك انت مكانك فوق زي النسر بترفرف وبتجدد قوه لقوه من نعمه لنعمه. ده مكانك انت فوق قوي، مكانك عالي يا بطل. ليه راضي تعيش تحت؟ ليه راضي لو علاقه في حياتي بتبوظ يا رب اديني القدره اني انا اعمل واختار العلاقه اللي بترضيك. لو معركه بدخل فيها اديني الحكمه انقي الطريقه اللي اعملها. يا رب انا من النهارده بصدق اني انا اناء للكرامه. قول على نفسك، يلا قول واعلن ده ان انت اناء للكرامه، اناء مقدس. ابليس ملوش فيك اي مكان، اناء نافع للسيد. لو حابب تعمل ده ممكن ترفع ايدك وتعلن على نفسك الاعلان ده لو حابب. لو مش حابب قول على نفسك، اعلن قدام الرب، اعلن قدام السماء، انا مستعد يا رب لكل عمل صالح. ولو انا مش جاهز جهزني، انت قربت تيجي قوي. مش وقته اكون ملخوم هنا وهنا وهنا. معارك الحياه همشي فيها بس بيك ومعاك، مش لوحدي. لوحدي هتكسر، لوحدي ماليش مكان. معاك هقدر ادوس حتى الجبال. معاك مهما كان الجرح عندي ليك شفاء. بصدق ان انت بتديني شفاء مهما كان الضعف. انت قلت قوتي في الضعف تكمل. هاليلويا، انت منتصر في الرب. صدق، اعلن على نفسك، قول يا رب انا مقدس حتى لو ابليس بيقول عكس. بتوب عن كل خطيه قدامك. انا بصدق واعلن على نفسي كده يا رب، انا بصدق اني انا اناء للكرامه في اسم يسوع. بصدق اني انا اناء مقدس، وبصدق اني انا نافع للسيد مهما العيان بيقول عكس كده. وبصدق اني مستعد لكل عمل صالح. وبصدق اني انا اصلي مهما الشمس كشفت قدامي انا اصلي. أشكرك يا بابا لأجل حضورك، أشكرك من أجل عملك في وسطنا. بصدق إنك بتثبت كلمتك، وبصدق إنك بتعمل وهتعمل. بصدق فيه جدا لأنك حقيقة، إحنا مش بنتكلم الهوا، لكن إله حي وروحك بتحيي. بصدق إن روحك كمان تقدس، وتعلمنا من النهارده نميز ما بين الأمور المتخلفة ونعرف ننقي اللي على قلبك عشان يعطيك الكرامة والمجد. أشكرك.